طبق اليوم من الحاجات الجميلة جدا. هنعمل الريش الضاني بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير توابل خالص، يعني صحية جدا جدا جدا، وهتطلع شكلها زي المشوية بالظبط. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وهنعمل كمان معاها رز أبيض علشان تكمل الوجبة كده وتبقى جميلة. عندي هنا الريش الضاني، انا حطيت هنا معلقه زيت زيتون صغيره. ممكن قوي قوي ان احنا نعملها من غير ولا نقطه زيت، لان هي كده كده الريش فيها دهون، فهتتحط تتشوح كده. اللي مش عايز يحط الزيت بلاش. انا حبيت ان انا ازود الصوص بحاجه مفيده، فمش مشكله خالص. شوحتها كده على النار، وبدات ان انا اقلبها شمال ويمين لحد ما تتشوح وتاخد لون حلو كده معايا. تمام بالشكل ده. الوصفة دي جميلة جدا وبروتين مهم، وفيها من الدهون اللي جسمك يحتاجه. والدهون يا جماعة مش بتتخن ولا حاجة، دي مفيدة جدا جدا. وربنا منعها عن الناس البعدة دول علشان يعاقبهم بيها، سبحان الله. فهي مفيدة يعني، بس ما نكترش. تمام. عندي هنا حطيت شوية من الصويا صوص. طبعا شوحت بصلة، البصلة دي هتدوب معانا دوب، مش يعني مش مضرة ان شاء الله، لاني مش هستخدم بصل كتير، هي بصلة صغيرة خالص. وكمان هتدوب معايا وهي بتستوي، مش هتبان اصلا. تمام، بس هاخد فايدتها من غير ما اذي نفسي. عندي هنا اللي حطيت صويا صوص، حطيت مستردة، حطيت دبس رمان وملح بس، من غير اي توابل خالص. بدأت ان انا استوت معايا بقى كده بالشكل ده، استوت كويس جدا. وبدأت ان انا اخد الريش بتاعتي، طلعتها كده في طبق على جنب علشان هحطها في صينية، ارصها في صينية على طول. تمام، رصيتها كده في صينية. وبدأت ان انا ايه، يعني شايفين اللون؟ بسم الله ما شاء الله، اللون تحفة. مش محتاجة حرفيا ان هي تدخل الفرن، بس انا عايزة احطها تحت الشواية شوية علشان الدهون اللي في الريش تبتدي تنزل شوية، يعني ما تبقاش دسمة وبتجزع كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، كأنها مشوية على الفحم. اللون وريحة وطعم حلو. زودي بقى البطاطس واعملي رز ابيض بالسمنة البلدي، وكلي بقى بالهنا والشفا. ومحدش يقول هنعمل اكل ايه، هنعمل اكل ايه، لا. هناكل ايه، هناكل ايه، لا. قدامنا الحلو كتير، قدامنا حاجات حلوة كتير من غير توابل، من غير تعب. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ حاجة كده ولا اروع، 5 نجوم ومن غير تعب. شايفين؟ لو عاملة بقى بطاطس بزيادة، زودي البطاطس، وبالهنا والشفا على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.